بجد الناس ديت ما تسافروش معاها خالص. بس اهم حاجه ان ما يكونش الفلوس دي طالعه من روحه. بجد عن تجربه شخصيه، ما تاخدوش حد مستعجل معاكم. ابعد عن اي شخص ظالم. تعالى اقول لكم على حاجات ما ينفعش تعملوها وانتوا مسافرين. اول حاجه، ما تسافروش مع حد سلبي، اللي على طول تعبان، اللي على طول بيشتكي ان الجو وحش، اللي على طول نفسيته مش متظبطه، مش احسن حاجه، اللي على طول عاوز يروح علشان خاطر ان هو ينام. بجد الناس ديت ما تسافروش معاها خالص. تاني نوع، ما تاخدوش حد بخيل. مش شرط يكون غني قوي يعني، بس اهم حاجه ان ما يكونش الفلوس دي طالعه من روحه. لا، لازم ان هو يروح ويصرف او يعمل لنفسه ليميت معين في المصاريف، بس المهم ما يكونش بخيل. وبجد تالت نوع ده، يعني اللي انا هقوله لكم ديت بجد عن تجربة شخصية، ما تاخدوش حد مستعجل معاكم. خدوا حد يكون متأمل كده، يتأمل في الطبيعة، يحب الصورة الحلوة، الفيديو الحلو، يحب الحاجات ديت. بجد الناس ديت هتخلي الجو، التصوير والرحلة فيها تأمل ومتعة اكتر. لما يكون واحد كده ايه، هادي كده، متريث معنى اصح. واخر حاجة، ابعد عن اي شخص ظالم. يعني اللي يفرض ذوقه عليك، اللي يقلل منك، اللي يتجاهلك. فبجد دوت بيبقى الرحلة معاه بتبقى كئيبة. يعني لما تطلع رحلة، اختار الناس اللي تفرحك، اللي تقولك تعالى نشرب قهوة هنا، تعالى نصور صورة هنا، تعالى نصور فيديو هنا. بجد الشخص اللي يسندك في الرحلة كمان. فالرحلة بتبقى متعة واستجمام، مش عقاب. يعني اي حد عاوز ان هو يسافر او يطلع، حتى لو هنا داخل مثلا المدينة بتاعته، يطلع مع اي حد، بتبقى حاجة لازم الواحد يستجم منها، مش تحس ان هو عقاب عليه. لا طبعا. فانتوا قولولي في الكومنتات مين الاشخاص اللي انتوا بتحبوا ان انتوا تسافروا معاهم، النوعيات اللي انتوا بتحبوا تسافروا معاهم وكده. هل هي زي انا كده بتحبوا ان انتوا ناس تسندكم وتفرحكم وكده، ولا تحبوا ان انتوا حاجة كده تقليدية وخلاص؟ قولولي في الكومنت.